تخيل معايا تخرج للشارع وشويه يبانوا لك الناس واقفين حداك بطريقه مرعبه، عينيهم خاويين وكيتمشاو بحركات بطيئه بحال الزومبي. هذا ماشي مشهد من فيلم وانما مشاهد حقيقيه وقعت مؤخرا في شوارع امريكا. مخدر الزومبي هذا هو الاسم ديال واحد الماده خطيره اللي خلات كاع العالم يهضر عليها هاد الفتره. فشنو هو هاد المخدر وواش فعلا كيخلي الانسان يتحول لزومبي؟ القصه بدات ملي غادي ينتشروا واحد الفيديوهات صادمه تصورات في شوارع امريكا اللي كيبانوا فيها ناس واقفين بطريقه غريبه وما قادينش يتحركوا بشكل طبيعي. بعضهم كيكون واقف وكيطيح في الارض وبعضهم كيبان بحال لا فاقد الوعي. هاد المشاهد اللي انتشرت حيرت كاع الناس، كلشي كيسول شنو هي هاد الماده او هاد المخدر اللي خلاتهم يوصلوا لهاد الحاله. الجواب هو انه كاينه واحد الماده الاسم ديالها الزيلازين. هاد الماده هي في الاصل ماشي مخدر مخصص للبشر وانما هي واحد الدواء بيطري كيستعملوه الاطباء البيطريين باش كيهدنوا به الحيوانات الكبيره بحال الخيول مثلا. لكن عصابه المخدرات غادي يستعملوا هاد الماده ويخلطوها مع مواد اخرى بحال الفانتانين ويصنعوا منها مخدرات جديده ويبيعوها للناس. المشكل الكبير هو ان هاد الخليط اللي كيديروه كيأثر على العقل والجسم بطريقه مرعبه. الشخص اللي كيتعاطى لهاد الماده كيفقد التركيز بصفه نهائيه، الحركه ديالو كتولي بطيئه وحتى التنفس ديالو كيهبط بشكل خطير. بل والاخطر من هذا الشيء ان هذه الماده كتخلي واحد الجروح كيبانوا في الجسم ديال الانسان واللي كتولي تعفنات وتشوهات مخيفه. وهنا الشكل ديال الانسان اللي كيتعاطى لهذه الماده كيولي فعلا كيشبه الشكل ديال الزومبي. ومن هنا منين جات التسميه ديال هذا المخدر بمخدر الزومبي. ميلالي مورينو لوبيز الملقبه بملكه مخدر الزومبي وهي العقل المدبر اللي خلات الشوارع يغرقوا في هذا السموم. اخيرا غادي يتم القاء القبض عليها من بعد مداهمه المخبأ السري ديالها اللي كانت كتستعملو هي والمساعدين ديالها كمصنع يخلطوا فيه هاد المواد. ولكن واخا هكذاك السلطات الصحيه الامريكيه عبرت على القلق ديالها بخصوص انتشار هاد السموم بشكل كبير خصوصا في بعض مناطق امريكا اللاتينيه والمكسيك. وهذا الشيء غادي يخلي المختصين يحضروا الناس بانتشار عالمي محتمل لهاد المخدرات. هاد القضيه هي ماشي مجرد خبر مرعب وانما واقع حقيقي اللي كيبين لنا بلي كاين بعض الشبكات الاجراميه اللي مستعده تستعمل اي ماده خطيره مقابل الربح حتى ولو كان الثمن انها تدمر حياه الانسان.